عمرك سألت نفسك ليه في الأزمات بتبان إنك الطرف الأضعف؟ حتى لو معاك كامل الحق و100% مفيش عليك غلطة؟ ليه اللحظة اللي بتفقد فيها أعصابك وبتعلي صوتك هي نفس اللحظة اللي قدامك بيكسب فيها الجيم وهو حاطط رجل على رجل وبيبتسم ببرود؟ الناس اللي بتستفزك مش بتعمل كده صدفة ولا عشوائي. دول مجهزين الفخ ومستنيين الرياكت العاطفي بتاعك عشان يثبتوا للكل إنك مجنون أو مش متزن عقلياً وإنهم هم العاقلين. انت بتتألم دلوقتي لأنك لسه بتلعب بقلبك ومحروق على حقك في دنيا قاسية بتتضار بالعقل البارد وبقوانين القوة. حاسس إن دمك بيغلي في عروقك لأنك بتدي قيمة لكلام ناس أصلاً ملهاش أي وزن في حياتك الحقيقية، فبتاخد الهجوم على كرامتك كأنه تهديد وجودي بيمس كيانك، وده بيخلي عقلك يفرز كمية هرمونات توتر وكورتيزول بتعميك تماماً وتخليك تاخد أسوأ قرارات حياتك في أسوأ توقيت ممكن وتندم عليها بقية عمرك. المشكلة من الجذور بتبدأ لما بتدي للناس حجم أكبر من حجمهم وتعتبر إن كلامهم وتقييمهم ليك هو الحقيقة المطلقة اللي بتحدد قيمتك. السيكولوجية هنا واضحة جدا وما فيهاش لف ودوران. المتلاعب بيشوف عواطفك دي كأنها ريموت كنترول في إيده، لو داس على زرار الغضب هتنفجر وتعمل مسرحية، ولو داس على زرار الإحساس بالذنب هتتنازل عن حقوقك طواعية. الثغرة اللي بيدخلوا منها هي رغبتك العميقة في إنك تثبت إنك صح دايما أو إنك إنسان كويس ومثالي. الناس السامة دي بتدرسك كويس قوي أكتر ما أنت دارس نفسك. بيعرفوا إيه أكتر حاجة بتخاف منها وبترعبك، سواء كانت الخوف من الرفض أو شكلك قدام الناس أو خوفك من الفشل. وبمجرد ما تحصل أي أزمة بيوجهوا الضربة القاضية مباشرة للمنطقة دي عشان يشلوا تفكيرك المنطقي ويخلوك تتصرف برد فعل بدائي كله دفاع وتبرير. وده بيحطك فوراً في موقف المتهم الضعيف اللي بيحاول يبرأ نفسه قدام قاضي ظالم. تخيل معايا موقف بسيط جدا بيحصل كل يوم في الشارع، خبطة عربية خفيفة جدا ملهاش أي لازمة ولا خسائر. لو نزلت من عربيتك متعصب وبتزعق وبتشوح بإيدك عشان تثبت إنك مغلطتش وإن الحق معاك، الطرف التاني لو صايع وفاهم سيكولوجيا هيقف هادي جدا ومبتسم ويقول للناس الملمومة شوفوا الباشا بيشتم إزاي وشوفوا قلة الذوق. ساعتها الحق كله هيضيع منك وهتلبس انت الغلط من غير نقاش، لأن الشارع دايما بيحكم على الرياكت العالي مش على الفعل الأصلي. برودك التام هنا كان هيقلب الطاولة ويخليه هو اللي يتوتر ويبرر موقفه الضعيف. ندخل على مفرمة الشغل والبيئة التنافسية. مديرك أو زميلك السام في ميتنج مهم قدام كل الموظفين قرر يلبسك غلطة كارثية هو اللي عاملها بإيده، أو يسرق مجهودك وتعب شهور عينك، وقال جملة مستفزة جدا وهو بيبتسم لك زي انت محتاج تركز اكتر من كده يا بطل عشان اهمالك ده هيأثر على الهدف بتاعنا. الموقف ده مصمم بعناية خبيثة عشان يطلعك عن شعورك. الرد الساذج والمتوقع اللي الضحية المبرمجة بتعمله هو إنها بتبدأ تدافع عن نفسها بشراسة وتتكلم بسرعة وصوتها يعلى وتقول ما حصلش وانت اللي قلت لي اعمل كده وتطلع مبررات كتير. الطريقة العاطفية دي بتأكد للإدارة فوراً إنك شخص مهزوز وضعيف ومش بروفيشنال، وبتدي الزميل المؤذي فرصة ذهبية إنه يبان العاقل الحكيم اللي بيحاول يهدي الموقف المتوتر اللي انت عملته بغبائك وانفعالك. الرد البارد والمدمر بقى هو الانفصال العاطفي التام. بتبصله في عينه نظرة فارغة بدون أي رياكت أو تغيير في ملامح وشك وتسكت 5 ثواني كاملين. الصمت القاتل ده بيرعبه من جواه لأنك مشيت عكس السيناريو اللي هو رسمه ومحضره، وبعدها بترد بصوت واطي جدا وثابت زي الروبوت وتقول بالأرقام والإيميلات الموثقة اللي مبعوثة امبارح التاسك اتنفذت زي ما الإدارة طلبت بالظبط. نفتح اللابتوب ونراجعهم سوا دلوقتي حالا قدام الكل. هنا انت دبحته بدم بارد ورميته في الفخ بتاعه. في العلاقات العاطفية أو مع الصحاب المقربين التلاعب بياخد شكل أخبث وأقذر بكتير. صاحبك أو شريك حياتك اللي دايماً بيلعب دور الضحية المكسورة وبيحسسك بالذنب وتأنيب الضمير لو ما عملتش اللي هو عايزه، بيرمي كلام مبطن ومسموم زي أنا لو مكانك عمري ما كنت هسيبك في موقف زي ده، أو أنا دايماً باجي على نفسي وبضحي عشانك بس الظاهر إن ده ملوش أي قيمة عندك. الجمل دي بتضرب في صميم إنسانيتك عشان تخضعك. التلاعب السيكولوجي هنا بيمشي خطوة خطوة ببطء شديد. أول حاجة بيزرع الشك في نيتك وفي إخلاصك.
تاني حاجة، بيستدعي مواقف قديمة جدا ملهاش أي علاقة بالموضوع الحالي عشان يشتتك. تالت حاجة والأهم، بيعمل انسحاب عاطفي مفاجئ ويبطل يكلمك عشان تترعب وتجري وراه وتتنازل. الهدف الأساسي من المسرحية دي مش إنك تحل المشكلة أو توصلوا لاتفاق. الهدف هو إخضاعك نفسياً بالكامل وتجديد اشتراكك المجاني في خدمة إرضائه على حساب صحتك النفسية واستقرارك. كل ده عشان تخلص من الزن العاطفي وتشتري دماغك وترجع الهدوء المزيف. بس الحقيقة المرة إنك بتدفع تمن غالي جدا من كرامتك، وبتأكد له إن التكنيك الرخيص ده شغال معاك زي الفل وهيكرره 100 مرة. وفي العيلة والمجتمع القريب دول أساتذة الابتزاز العاطفي المبطن تحت مسمى العشم والخوف على مصلحتك. تسمع جمل مدمرة زي إحنا ضحينا بعمرنا عشانك وتعبنا في تربيتك وصرفنا دم قلبنا، وإنت في الآخر بتمشي كلامك وبتعمل اللي على مزاجك. أو شوف ابن خالتك وصل لإيه وبقى إيه وإنت لسه محلك سر. المقارنات والكلمات دي مش بريئة، دي أسلحة دمار موجهة لنسف ثقتك في نفسك ولبرمجتك على الطاعة سواء بقصد أو بدون. الشعور بالذنب الداخلي السام اللي بيتزرع جواك من صغرك بيخليك تتنازل عن طموحاتك الحقيقية عشان بس ترضيهم وترفع عنك الضغط النفسي ونظرات الخيبة. بتحس طول الوقت إنك مدين ليهم بحياتك، وكل خطوة جديدة بتاخدها بره الصندوق بتعتبر خيانة عظمى للكيان العائلي، وده أكبر وأخطر استنزاف بيسرق عمرك. الحقيقة المجردة هنا إن دي ديناميكية سيطرة مش حب حقيقي خالص. الحب الحقيقي ما بيطلبش منك تلغي عقلك عشان ترضي اللي قدامك. الانفصال العاطفي هنا هو إنك تفهم بوعي إن احترامك لعيلتك مش معناه إنك تبقى نسخة مطابقة لتوقعاتهم، بتبص لهم بشفقة وتكمل في طريقك بدون جدالات عقيمة. ندخل على الأسلحة المضادة التقيلة. السلاح الأول هو تكنيك قاعة السينما المظلمة. أول ما تحس إن الأزمة بدأت تسخن وضربات قلبك بتسرع، افصل وعيك عن جسمك المادي فوراً، وتخيل إنك طلعت بره الموقف تماماً وقاعد في قاعة سينما ضلمة بتتفرج على نفسك وعلى الشخص اللي بيستفزك على شاشة كبيرة. التكنيك ده بيقتل الإيجو وبيمنع التوتر. الجملة السحرية اللي هتقولها بالنص وانت باصص في عينه مباشرة بنظرة باردة هي: أنا فاهم كويس جدا انت بتحاول تعمل ايه دلوقتي، بس الأسلوب ده مش هيجيب أي نتيجة معايا، وفر مجهودك. الجملة دي بتعمل شلل في تفكيره وبتعري نواياه القذرة وبتفهمه إن اللعبة اتكشفت بالكامل. السلاح التاني هو التكتيك الصمت الاستراتيجي. لما حد يهاجمك أو يستفزك ما تردش فوراً أبداً، اكتم رد فعلك الأولاني وعد في سرك ببطء من 1 ل5، وبطأ تنفسك من مناخيرك. في الثواني دي هو هيبدأ يتوتر جداً ويفقد ثقته، لأن الصمت بيخلق فراغ مرعب. تأخير الرد المتعمد بيخليك تختار كلماتك زي الرصاصة الموجهة. إجاباتك لازم تكون قصيرة جداً، جافة ومباشرة زي السيف. استخدم كلمات زي تمام أو وجهة نظر تحترم. الردود الميتة دي بتقطع عليه خط الرجعة بالكامل وبتحرمه من الرياكت العاطفي اللي كان مستني يمسكه كدليل ضدك. السلاح الثالث والضربة النفسية القاضية لإنهاء الجيم هي تكنيك المراية العاكسة. لو حد بيشتمك أو بيهاجمك شخصياً وعايز يجرك لمستواه المتدني، اعكس الإضاءة النفسية عليه وقول له بهدوء تام وبنبرة فيها شفقة: أنت محتاج مساعدة حقيقية عشان تتحكم في غضبك. من الواضح إن عندك مشكلة نفسية كبيرة مش عارف تتعامل معاها. الضربة دي بتنقل الاتهام لعنده وبتخليه يبان كأنه مريض بيتعالج وإنت الدكتور العاقل. بعدها فوراً نفذ الانسحاب الجسدي الحاسم ولف ظهرك وامشي بخطوات ثابتة. الخلاصة اللي لازم تحفرها في دماغك: الديتاتشمنت مش معناه إنك شخص ما عندكش مشاعر، معناه إنك الماستر وصاحب القرار الوحيد إمتى تشغل مشاعرك وإمتى تطفيها. قوة الروبوت بتخليك تشوف الرقعة كلها من فوق وتتحرك بخطوات شطرنج مدروسة. التكتيك ده هيخليك الكينج اللي بيمشي اللعبة على مزاجه. لو حلقة النهاردة فتحت عينك على حقيقة بتهرب منها، اعمل شير للفيديو لأي حد محتاج يفوق فوراً وقول له العبها صح وبطل تبقى ضحية. دي مجرد البداية. سلامي لعيلة أبيض وأسود، بحبكم.